السلام عليكم بنات واولاد، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. صحه فطوركم اولا سحوركم اولا عشاكم، مهم كل واحد والوقت، لان دابا كيختلف. دابا حنا عندنا ساعتين ديال الفرق ما بيننا وبين المغرب، لان حنا زادوا لنا الساعه الاضافيه ديال الصيف وهما نقصوها اليوم في هذا رمضان، يعني ولينا مفوتين بساعتين. اذا اليوم ان شاء الله البنات غادي نحضر معكم عجينه الكنافه، حيت حنا هنا ما عندناش. قلبت عليها كاع لي سوبر مارشي ما لقيتهاش، اذا غادي نشاركها معكم ان شاء الله. نبداو على بركه الله. عندي هنا كاس ديال النشا، مايزينا، اي دقيق الذره اللي كنغربلوه على هذا الشكل. نفس الكاس البنات هو اللي غادي تعبروا به المكونات كاملين بالنسبه للدقيق والماء. نفس الكاس اللي غادي تعبروا به النشا هو اللي غتعبروا به الدقيق والماء. غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر ونفس المقادير، وراه غادي تنجح معكم ان شاء الله من اول استعمال، كيف ما نجحت معايا حتى انا من اول استعمال. اذا غادي خدينا هنايا النشا غربلناه، وغادي ناخذ الدقيق ديال الحلويات، اي دقيق الممتاز حتى هو 2 كيسان. غادي نغربلوه على هذا الشكل. الفيديو راه شارح نفسه البنات. حتى هو غادي نغربلوه. ناخذ الكاس الثاني ديال الدقيق. اذا كيف قلت لكم كاس ديال النشا و2 كيسان ديال الدقيق. راه عندي الدقيق نقي ما فيه والو. هانتوما شفتوا ما فيه حتى شي حاجه. صافي غادي نخلطوا داك النشا مع الدقيق على هذا الشكل، وغادي نضيفوا الماء ديالنا 2 كيسان ديال الماء عادي من الروبيني البنات. بسم الله. وكنخلطوا بالطراب اليدوي. نضيفوا الكاس الثاني تدريجيا مع التحراك. نديروا شويه الميسكيلاسيون في هذا رمضان. ايوا كيف جاكم سيدنا رمضان؟ غلبكم ولا غلبتوه؟ حنا واخا عندنا النهار مجبد، ما حنا جا عندنا البرد، يعني ما كنحسوش به. طايا كيدوز النهار بارد، ما كيجيك لا عطش لا جوع. كنفطروا مع دابا 8:15. في الاول بدا مع 8 لا روب، دابا 8:15 غادي تيطلع. كنفطروا حنا ساعه قبل من المغرب كيفطروا مع 7 لا روب، هي 9 لا روب عندنا حنا. كنحاولوا نخلطوا مزيان باش ما كيبقاوش لينا دوك الحبيبات او التكتلات على هذا الشكل. كتولي عندنا العجينه رطبه ليس بحال الخيط. دابا غادي نضيفوا ليها السوائل والملح. الا بغيتو كميه كثيره راه غادي تضاعفوا المكونات البنات. انا درت غير كميه قليله، قلت غير نجربها ونجحات معايا.
المره الجايه ان شاء الله نضاعف المكونات. غادي ندير 3 المعالق كبار ديال زيت النباتيه اي زيت المائده، ثلاث ملاعق ونصف ملعقه كبيره ديال الخل، اي ملعقه صغيره ديال الخل. الا عبرتو بملعقه كبيره غديروا نص، الا عبرتو بملعقه صغيره ديال القهوه غادي ديروا ملعقه صغيره ديال الخل. وغادي نديروا نصف ملعقه صغيره ديال الملح، ملح الطعام. انا درتها غير في يدي، عيني ميزاني. صافي، وغادي ندخلو هذيك السوائل كامله في ديك العجين حتى نحصلوا على عجين بحال الخيط. شفتوها؟ مازال غادي نخليوها ترتاح واحد نصف ساعه باش هكا تعطينا الخيط مزيان. غادي نغطيو عليها غادي نصفيها من بعد، وغادي نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح واحد نص ساعه عاد باش ندوزو باش نخدموها نطيبوها. شفتوا كيفاش كتبان لكم بحال الخويط؟ الخيط ما تيتقطعش، شتو كيبقى هابط. هنا العجين ديالنا ناجح. كنحاول نبقاو نخدمو هكا واحد 2 دقائق. ابخي دابا غادي ندوزو باش نصفيوها، باش الا كانت شي حبيبات او تكتلات هكا ما يعذبناش منين نبداو نخدموها، ما تبقاش تحبس لينا، لاننا غادي نخدموها في القرعه ان شاء الله. غادي نصفيها على هذا الشكل. صافي، غادي نستمر على هاد الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. شفتوها كيفاش كتهبط بحال الخويط؟ ونتلاقاو باش نطيبوها ان شاء الله. اذا بعد ما خليناها ارتاحت واحد نص ساعه، دابا غادي ندوزو نطيبوها. كنحتاجو المقله ديال الطيفان ما كتلصقش، وكنسخنوا المقله ديالنا وكنديروا عافيه مهيله، وكنديروا العجين ديالنا في قرعه هكا وكنديروا لها 2 تقيبات صافي، وتنبداو نخرجوا بحال هكا على هذا الشكل، وحنا كندوروا كيخرجوا لنا بحال الخويطات. وبالنسبه لهذوك النقيطات اللي كيطيحوا لنا في الاول اللي غلاط غادي نحيدوهم على هذا الشكل. صافي، راه شفتوا راه دغيا كيطيبوا، اللي كتبدا تهز لينا هكاك صافي كنحيدوها باش ما نخليوهاش حتى طيب بزاف وتقصح لينا. وغادي نديرها في منديل وغادي نغطيها باش ديك السخونيه ترجع عليها وتبقى النار رطبه. وغادي نمسحوا المقله ديالنا وغادي نستمروا على نفس الطريقه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كامله ان شاء الله. انا هذيك الكميه اللي درت خرجت لي هاد القرعه ديال نص سيترو عامره كامله. غنستمر على هاد الطريقه حتى نكملوا الكميه كامله. كنديروا خيوط عشوائيه البنات، تخافوش واخا يجيكم خيوط فوق خيوط ما تخافوش منهم، لان كيتحلوا مع الطياب. كنحيدوا دوك النقيطات الاولين اللي كيطيحوا لينا اللي غلط صافي. وها نتوما شوفوا الشعيرات الكنافه ديالنا ناجحين 100%. شفتوا؟ شوف. وغادي نديرو في المنديل ونغطيو عليها.
وغنستمر على نفس الطريقه، كنمسحوا المقله ديالنا ونعاودوا نفس الطريقه حتى نكملوا ديك الكميه اللي عندنا في القرعه كامله ان شاء الله. ونتلاقى معكم باش تشوفوا النهايه، فخليكم معايا. اذا البنات هذه هي كنافه ديالنا، خرجت لي هذه الكميه. شوفوا راها كتجي ناجحه 100% وكتجي احسن من ديال الزنقه، كتجي غزاله. دابا هذه هي باش غادي نخدموها ان شاء الله. وراني شاركت معكم فيديو ديال الكنافه بحشوه اللي رائعه حتى هي، ووعدتكم باش ننزل لكم فيديو ديال عجينه الكنافه، وهنا وفيت بالوعد. اذا كنتمنى تجربوها ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.